أهلا بيكم. حلقة النهاردة عن الشتاء والصعوبات اللي بنشوفها في الشتاء. وطبعا في الحالة دي أعز صديق للإنسان البطانية، بعد ما العدس اتخلى عن الغلابة وسعره ضرب في العالي. وعلى عكس نظرية إن الإنسان أصله قرد، بيظهر إن الإنسان أصله فتلة، بيتحول طبقا لنظرية النشوء والتطور حسب معدنه. طبعا ممكن يطلع لحاف، يطلع بطانية، يطلع كافرتة صوف، يطلع ايه ده؟ سبحان الله. ما تحاسبي يا ماما. انا بابا يالا. وبعد ما الريحة تكون تجاوزت حدود البطانية، بيجي القرار الصعب، مرحلة الوحش، انك تقرر تدخل تستحمى. ودي مرحلة بتاخد ساعات من التجهيز والتشجيع والاستعداد النفسي، بينما الوقت الفعلي داخل الحمام لا يتعدى لحظات معدودة. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. بابا. انت ازاي يا ولد تخرج ببطانية اخوك الكبير؟ معلش يا بابا، انا كان عندي انترفيو وما عنديش بطاطين كلاسيك. كلاسيك؟ انت يا ولد هتجنني، مش هتهدى لما تجيب لي برد اتاك. صباح الخير يا استاذ حسام. انا مش حسام يا استاذ سيد. انا مش سيد يا استاذ عادل. انا مش عادل يا استاذ ممدوح. انا مش ممدوح يا استاذ خالد. انا مش خالد يا استاذ مصطفى. انا مش مصطفى يا استاذ اشرف. يوه. سلام عليكم. في النهاية تحية لكل أم أو زوجة مدت إيديها في الساعة اللي احنا فيها دي علشان تغسل المواعين. خلص بقى وتيجي تغسل المواعين دي.